مقاصد الشارع، إنما التيسير وتحقيق وتحصيل مقاصد العباد أيها الإخوة، مصالح العباد ودرء المفاسد والمضار والتباريح والأوجاع عنهم. لكن بعد ذلك الفقه الصناعي والفقه التقليدي بالذات، عاد الفقه التقليدي الصناعي سبحان الله أصبح تقريبا مبناه على التضييق على الناس. هذه الأمة الإسلامية حرمت إلى الآن 1400 سنة أن ترسم عالما، أن تصور. لن نتحدث عن عن صناعة مجسم له طبعا، ولا تسموه تمثالا أو صنما، لا، التماثيل والأصنام أو الأصنام بالذات هي ما يعبد من دون الله، لكن يمكن أن نسميه شرعا ولغة تمثالا، يعني مجسما، فيجور، يعني مجسم، هذا ما في شيء. لا لا لا، أعوذ بالله. والنبي قال يا رجل، النبي علل هذا وبين لك، والعلماء استخدموا عقولهم، قال هؤلاء يضاهئون خلق الله بصناعة أشياء تعبد من دون الله، ويوم القيامة يقال لكل أمة اذهبوا إلى ما كنتم تعبدون من دون الله. في حديث أحمد وغيره بإسناد حسن، يذهب أهل الشمس إلى شمس، الناس كانت تعبد الشمس، ناس يعبدون القمر كما عفوا في سورة فصلت، وناس يذهبون إلى النار، وناس إلى عزير وإلى عيسى كذا. يقول عليه السلام ويذهب أهل الصور إلى صورهم. إذن هذه الصور التي حرمها الله، مجسمات وصور تعبد من دون الله، مش ترسم لي عالم، ترسم لي فيلسوف، ترسم لي مجتهد تقول لي حرام فيه روح. إلى الآن الأمة تقريبا تحرم هذا، ورسائل دكتوراه وماجستير تحرم، لكن لم يقولوا لنا لو كان هذا محرما فعلا لذاته من غير تعليل بشيء معقول المعنى، لماذا أباح النبي عليه الصلاة والسلام لعب الأطفال؟ لماذا؟ وهذا ثابت في الصحاح، في حديث الربيع بنت معوذ رضوان الله عليها في صحيح البخاري، كنا نصوم أطفالنا، نصوم صغارنا أيها الإخوة. يصوم الطفل الصغير ابن 5 سنوات 6 سنوات 7 سنوات في بيئة حارة، في بيئة حارة، حتى إذا انتصف النهار أو زالت الشمس عن كبد السماء برح به الجوع أيها الإخوة. قالت فكنا نلهيهم بالعهن، نصنع لهم العرائس، عرائس من الصوف، عروسة. في حديث أبي داود وغيره عائشة رضوان الله عليها كان لها لعب تلعب هي وصواحبها أيضا على شكل خيل مجنحة، وكانت تقول للنبي أتعلم هذه الخيل؟ هذه لسليمان عليه السلام ابن داود، داود، نعم، خيل مجنحة، تضعه عنده والنبي يراها. يجوز لو كانت الصور وهذه التماثيل الأشياء المجسمة حراما لذاتها، أنا أقول لكم الأولى أن تكون أو يشدد تحريمها على الأطفال الصغار. لماذا؟ لأنه ينشأ ناشئ الفتيان منا. نحن ننشئ على حرام؟ مستحيل. لو كان هذا محرم في ذاته يجب أن يكون أشد ما يكون تحريمه في حق الطفل الصغير، حتى لا تتشرب نفسه ماذا؟ استسهال هذا الأمر الفظيع. ولو كان محرما في ذاته لما أباحه شرع إلهي ولا حل لنبي من أنبياء الله، وقد حل لسليمان الذي قال الله تبارك وتعالى في حقه يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات. ذكر تقريبا معظم المفسرين في تفسير كلمة تماثيل، قالوا تماثيل يعني مجسمات على صورة أسود ونمور وفهود فاغر أفواهها في القصر، مثل قصور الملوك موجودة هذا عنده عند سليمان. والجن تعمل هذا، تعمل له مجسمات على شكل أسد، على شكل مثل قصور الملوك في كل العصور. إذا حل هذا لسليمان. لو كان محرما في ذاته ومضاهاة بخلق الله بحد ذاته يعتبر كذا كذا، لا يحل لنبي، مستحيل. هذه الأشياء تبقى واحدة. لكن هذا حرم كما أشار الإمام المجتهد أبو بكر ابن العربي في أحكام القرآن أيها الإخوة، حرم تحريم ذريعة. قال ابن العربي والمعنى الذي لأجله والله أعلم حرم هذا الشيء في شرعنا أنهم كانوا حديثي عهد بعبادة الصور والتماثيل، فأراد الشارع الحكيم أن يقطع ماذا؟ أن يقطع جذر هذا الأمر، أن يقطع أصل هذا العرق لعله ينبض لهم من قريب. لو تركه لعله يعود فينبض لهم من قريب ويعودون. لكن لما تمادى الأمر على التوحيد أيها الإخوة وانقطع كل عرق للشرك والترديد، جاز بعد ذلك أن يقال هذا شيء من الفنون التشكيلية المباحة. هذا فن جميل مثل كل الفنون الجميلة، ما في شيء، لكن بقيت الأمة على جمودها إلى اليوم.